السلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا ربي كامل اللي راكم تشاهدوا في القناة وفي الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم نقول لكم صلي وسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. جيتكم باقتراح بسيط اللي هو أروع طارتولات ممكن تاكلوها في حياتكم. اللي ذاقوا يعني اللي طارتولات تاع سكيكدا نقول لكم هذه هي الوصفة اللي راكم تحوسوا عليها. اللي ما ذاقتش لي طارتولات تاع سكيكدا نقولها راكي مراطية بالبزاف. تحية كبيرة لناس سكيكدا وكل سكيكدية راها تتبع في القناة. نقولها خلي لي كومونتير شباب لأنه الوصفة تاع اليوم فريمون تهبل. اول حاجه نبداو مع المقادير وطريقه التحضير. هنا شوفوا انا درت خليط بين الماء والحليب. تقدروا ديروا الحليب ديريكتومون كما تقدروا ديروا نص حليب ونص ماء. انا هنا خلط يعني كاس ونص حليب عادي، كاس ونص ماء عادي، 4 ملاعق كبار نشا كما راكم تشوفوا بومبي. هنا راني حطيت اول حاجه 4 ملاعق كبار تاع سكر، من بعد حطيت 4 ملاعق كبار تاع النشا. تاني البنات يعني إلا حبيتو ديروا زوج مغارف كبار تاع فرينة وزوج مغارف كبار تاع نشا. شوفوا الفرينة راح تمتص هادوك السوائل. هادي يعني أستيس مدها لي خويا يخدم باتيسري، يقول لي ديما الفرينة كون تحطوها في كيما نقولوا حنا ما تحطوش هذيك الكريمة غير نشا، تحطوا ثاني شوية فرينة ميلونج بين فرينة ونشا. هذيك الفرينة راح تمتص السوائل اللي ممكن تطلقهم من بعد الكريمة. شوفوا أنا الكريمة تاعي ما حطيتلهاش البيض، للأمانة ما حطيتش البيض، تقدروا تحطوا حبة بيض في هاد الوصفة. ثاني هنا في الأخير يا البنات أنا كنت نسيت ملعقة كبيرة تاع زبدة، راني زدتها وعاودت يعني غطيتها بالبابي فيلم وخليت الكريمة تاعي تبرد في المجمد هكا باش نسرع عليا العملية. من جهة واحدة أخرى حطيت العجينة تاعي. شوفوا تقدروا ديروا أي كيفية صابلي، لكن هنا الكريمة الكونتيتي تاع الكريمة هاد الكيفية الكمية تاع الصابلي اللي راح نخدمها تجيكم سوا تجيكم بالك واحد 25 حبة حتى ل 20 حبة على حساب لي مول تاع لي طاختولات نتاعكم. هنا عندي 125 غرام تاع زبدة، عندي 3 ملاعق كبار تاع زيت، 3 ملاعق كبار تاع سكر ناعم فاني. تقدروا ثاني السكر ناعم تستبدلوه بالسكر حبيبات عادي اللي عندكم في الدار. انا جربت الوصفة من قبل لقيتها ناجحة ما كانش ديفيرونس. فاني وقرصة ملح وحبة بيض فقط، هذا ما كان. تقدروا ثاني هنا تحطوا صفار حبة بيض وحبة بيض كاملة، لكن ما تحتاجوش حبة بيض راح تكون كما نقولوا حنا وافية. كيما هنا راكم تشوفوا انا الفرينة تاعي من جهة راني غربلتها وجدتها معايا. حاولوا انكم يعني العجينة تاعكم تخلوها طرية. شوفوا لي طاختولات ما يحبوش العجينة تاعكم تاع الصابلي تكون طرية بالبزاف، يعني لازم تكون العجينة قوام يعني متماسك وما تكونش يعني طرية بالبزاف، لأنه لو كانت تكون طرية بالبزاف راحين لي طاختولات نتاعكم راحين يتفتتوا. كما تقدروا ثاني كاين اللي يحب هكا لي طاختولات بلا بات فايتي، تقدروا في بلاصة هاد العجينة تاع الصابلي ديروا لا بات فايتي. نعطيكم الاختيارات وانتم تقدروا ديروا أي عجينة تحبوها، وكما نقولوا حنا وأي حاجة نتوما بارعين ولا مبدعين فيها. هذا مكان هنا كما راكم تشوفوا القوام تاع العجينه راه متماسك. اذا حبيتوا تزيدوا قرصه تاع خميره حلويات تزيدوها، لكن انا ما نكذبش على خواتاتي ما نزيدهاش في لي طاختولات، نخليهم هكاك باش ما ينتفخوليش بزاف في الفرن ويجيكم ما تخافوش راح يجيكم القوام روعه. هنا حكمت كويرات، يعني شوفوا هنا الكويرات الاحسن الا كان حبيتوا سورتو اللي تحب هكا تخدم مشاريع. حاولوا تحطوا الحبه تاع الاولى ديروها كويرات توزنوها وتحطوها في المول تاعكم تاع لي طاختولات وتشوفوا شحال الوزن تاعها باش تسهلوا عليكم العمليه. توزنوا هذوك الحبات كامل ومن بعد مباشره تحطوهم في لي كيس في لي كيسات نتاعكم، فهمتوني؟ يعني الا حبيتوا يعني خدمه تكون متقونه، تكون يعني بميزان واحد وما تكونش حبه اكثر على حبه. شوفوا هنا حاولوا انكم تطلعوا للجوانب. انا هادو ليمون تاعي راهم جدد ما لضيتش مليح في الجوانب، خفت انهم يلصقوا لكن في الاخير الحمد لله ما لصقوش. يعني حاولوا انكم تضغطوا باش تفينيو الحبه بالبيع. هنا ما دهنتهم ما والو، حطوا مباشره ما راحش يلصقوا معكم. هنا بعد ما تكملوا الحبات نتاعكم اذا حبيتهم يعني ما يتكمشوا لكمش في الفرن ما يخمروش، حطوهم في الثلاجه حوالي ربع ساعه. من بعد طيبوهم. هنا للامانه حطيتهم مباشره، قلت لكم يعني حوالي العجينه هذه طيحت لي واحد 20 حبه. انا كنت درت لي مول صغار ودرت يعني واحد الخمسه هكاك كانوا كبار شويه. بالنسبه للكريمه تاعنا راكم تشوفوا حطيتها يعني بعد ما بردت لي في الكونجيلاتور باش نسرع عليا العمليه. شوفوا هنا انا خدمت مباشره، نتوما حاولوا انكم تطلعوا يعني كميه تاع لا شونتيي وحدها، من بعد ضيفوها للكريمه وعاودوا ضربوا واحد الدقيقه ولا زوج تكون الكريمه تاعكم واجده. انا مباشره
مرة يعني استعملتها، وشوفوا ما شاء الله كيفاش القوام نتاعها جا. شوفوا واحد الكريمة ديبلومات، أنا هاد الكريمة ما نتخلاش عليها، نستعملها بذوق البنان، بذوق يعني الذوق اللي تحبوا تزيدوه زيدوه. يعني أروع كريمة تاع لي طاغطولات ممكن تجربوها في حياتكم. والميلونج اللي يكون بين الحليب والماء راح يعطيها واحد الخفة أحسن من أنكم ديروها غير بالماء. هذا فقط حبيت نعطيكم نقطة. هاد لي طاغطولات يعني خاصين بالولاية تاع سكيكدا. شوفوا واحد لي طاغطولات والبنة ما نحكي لكمش، جربوهم، أنا أكيدة 100% أنهم راحين يعجبوكم. واللي ذاقوهم في سكيكدا واللي راهم عايشين في سكيكدا يعرفوا باللي هاد لي طاغطولات الشارم تاع سكيكدا هي والبيتزا كاري. شوفوا واحد الذوق روعة روعة، سورتو في الوقت هذا راهو تاع الموسم تاع الفراولة. هنا بعد ما طابوا لي طاغطولات نتاعي شتو لازم تحمروهم بيا باش هكا يعطوكم القرمشه هذيك اللي طاغطولات. وقلت لكم ما يجوكمش يتفتتوا، يعني يجوكم حاكمين روحهم في نفس الوقت يجوكم طريين، فهمتوني؟ نظن اني القوام اللي راني نهضر عليه راكم فاهميني. هنا حطيت هذيك الكريمه تاعي بلا بوشادوي كما شفتوني، عادي لا بوشادوي سامبل لانه راح نديروا لها من الفوقه سوبر كريم. هنا الحبات تاع الفراوله تاعي قسمتهم على زوج ولا تقسموهم على ثلاثه، المهم يعني لكم الاختيار. هذا سوبر كريم يعني شريته جاهز، ما نكذبش على خواتاتي. شوفوا اذا كانت كنتوا يعني من النوعيه اللي عندكم يد خفيفه، ديروا بالطريقه اللي راني ندير انا. شوفوا مباشره حطوا غطسوا الحبه ورفدوها مباشره باش هكا الكريمه تاعكم ما تفزج. واذا كنتوا يعني من النوع اللي يخاف ولا عادي، شدوا السوبر كريم بالملعقه وحطوه من الفوق، ولا بالبانسو هكا، بالبانسو يكون خفيف خفيف ظريف، فوتوا على لي طاغطولات نتاعكم من الفوق. كنصيحة فقط حبيت ننبهكم الحاجة، لي طاغطولات نتاعكم بعد ما تشكلوهم بهذه الطريقة حطوهم في الثلاجة يبردوا لكم حوالي نص ساعة، من بعد حطوا السوبر كريم. يعني إلا تخافوا هكا تكون يدكم ماشي خفيفة، قادر الكريمة هذيك ما تكونش حاكمة روحها، يعني تطيح لكم ولا الشكل تاع الحبة يفزد لكم. أنا نكمل يعني بنفس الطريقة، نخليهم يبردوا لي حوالي نص ساعة، من بعد نعاود نولي معاكم في الشكل النهائي تاعهم. أنا الشكل النهائي كما راكم تشوفوا. شوفوا إلا كان عندكم لي كيسات أكيد حطوهم في لي كيسات مباشرة، من بعد قدموهم. أنا للأسف ما عنديش لي كيسات، حطيتهم فقط فوق ورق الألمنيوم. شوفوا واحد البنة وواحد الريحة، فريمون فريمون الوصفة تاع اليوم نتمنى أنكم تجربوها كامل. تخلوا لي تعليقاتكم لأنكم راكم باخلين بزاف في التعليقات. شوفوا الوصفة على قد ما نشكر لكم فيها قليل في حقها، واللي ذاقوا كما قلت لكم اللي طاغطولات تاع سكيكدا على بالهم على واش راني نهضر. هذا ما كان، نتمنى انكم تجربوا الوصفه. خلوا لي هذاك الجنب، خلوا لي هذاك التعليق المحفز الجميل كما قلوبكم الجميله. في الاخير ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم مع وصفات اخرى ان شاء الله، في امان الله.